إنك ماشي في الشارع بالليل، الدنيا هادية، بس الإحساس جواك بيقولك إن في حد بيراقبك، مش عارف هو مين، بس حاسس بيه. اللي حواليك عايشين عادي، بيضحكوا ويتكلموا، بس انت بس اللي سامع النفس التقيل اللي بيقرب منك واحدة واحدة. مين هو؟ محدش يعرف، لكن كل اللي نقدر نقوله إنه السفاح اللي خلى ولاية كاملة تعيش في كابوس لسنين طويلة. الراجل اللي قرر يسيب الشرطة تلعب لعبة هو اللي حاطط قوانينها. ده مش قاتل عادي، هو السفاح زودياك، أشهر القتلة المتسلسلين في تاريخ أمريكا بالكامل. كان الصيف في أواخر الستينات، أمريكا وقتها كانت عايشة الحلم، الموسيقى والحرية والحب، لكن تحت الطبقة دي من الهدوء كان في كابوس بيبدأ يتكون. كابوس اسمه زودياك. الناس ما كانتش عارفة اسمه الحقيقي ولا شكله ولا حتى صوته، لكن كانوا عارفين حاجة واحدة بس: اللي يقابله عمره ما بيرجع تاني. عربية صغيرة كانت راكنة على جنب طريق مظلم في أطراف مدينة بنيسيا في كاليفورنيا. جواها شابين صغيرين، بيتي لو جينسون وديفيد فاراداي، كانوا لسه في بداية حبهم، واليوم ده كان المفروض يبقى أول خروجة ليهم، لكنهم ما يعرفوش إن الليلة دي هتكون الأخيرة. عربية تانية وقفت وراهم، النور العالي ضرب في المراية الخلفية. الشابين افتكروا إن دي شرطة، وساعتها الولد نزل يطمن. بعد لحظات من الصمت، صوت طلق ناري مفاجئ. 4 رصاصات خلصت على ديفيد، وبيتي حاولت تجري لكنه لحقها وضربها ب5 رصاصات في ظهرها. القاتل ركب عربيته ومشي بهدوء كأنه خلص حاجة روتينية. كانت جريمة غريبة ومفيهاش أي دافع واضح، بس محدش كان يعرف إنها مجرد البداية. في نفس المنطقة تقريبا، بنت اسمها دارلين فيرن وصاحبها مايكل كانوا قاعدين في عربيتهم. الساعة كانت قرب منتصف الليل، وفجأة عربية وقفت وراهم. نفس المشهد اللي حصل قبل كده بيتكرر من جديد. الراجل نزل، النور العالي ضرب في وشهم، وفجأة بدأ يضرب بالنار بسرعة غريبة جدا كأن ايده مدربة. دارلين ماتت، لكن مايكل عاش بأعجوبة. والغريب إن بعد حوالي 45 دقيقة مكالمة دخلت على اسم الشرطة لراجل بيقول بهدوء بارد: أنا اللي قتلت الشابين في هيرمان، وأنا اللي قتلت البنت الليلة دي، واللي عايز يعرفني هتوصله رسالة قريب. بعد أيام، 3 جرايد في كاليفورنيا استقبلوا رسائل متشابهة. الكاتب ما كانش بيخفي نفسه، بالعكس كان فخور جدا بكل اللي كان مكتوب في الرسالة، وكان قايل: أنا اللي قتلتهم، اسمي زودياك. كل رسالة كان فيها رمز مش مفهوم، رموز غريبة مرسومة بخط مرتب ومرعب، وطلب من الجرايد تنشرها في الصفحة الأولى وإلا هيقتل من جديد. الشرطة وقتها ما فهموش الرموز، لكن واحد وزوجته بعد أيام من التفكير المستمر فكوا أول شفرة، وكانت الرسالة بتقول حاجة شبه كده: أنا بحب قتل الناس لأنه بيخليني أحس بحياة حقيقية. الناس لعبة بالنسبة لي، وكل مرة أقتل حد روحهم بتبقى ملك للأبد. من اللحظة دي أمريكا كلها اتبدلت. الناس بدأت تقفل بيوتها بدري. الشرطة كانت بتستقبل مكالمات كل دقيقة تقريبا بتقول إنها شافت حد بيطاردها، لكن السفاح كان بيستمتع بالرعب اللي سببه للولاية بالكامل. في ظهيرة يوم عادي، بنتين قاعدين على الشط في بحيرة برياسة وبيستمتعوا بالشمس، وفجأة شافوا راجل غريب لابس لبس أسود بالكامل، على وشه قناع زي مقاتل من العصور الوسطى، وعلى صدره دايرة فيها صليب، الرمز اللي بعد كده العالم كله عرفه على إنه رمز زودياك. الراجل قرب من ضحيته الجديدة، بريان هارتنر وسيسيليا شيبرد، وكان مفيش أي إحساس بالخطر، لكن لما شافوه الدنيا اتبدلت. قال لهم بهدوء: أنا هحتاج قفل العربية وبعدين همشي، ما تقلقوش. بس بعد ثواني طلع سكينة طويلة وربطهم بالحبل وبدأ يطعنهم ببطء واحدة ورا التانية، وقبل ما يمشي كتب على عربية الضحايا بقلم ماركر: هنا زودياك كان موجود، قتلت 2 في هيرمان، 2 في بلو روك، و2 هنا. وكتب التاريخ والتوقيع والرمز المشهور. بريان عاش بالعافية، لكن سيسيليا ماتت في المستشفى. ومع كل جريمة زودياك كان بيبعت رسالة جديدة كأنه بيقول لسه اللعبة ما خلصتش. وفي نوفمبر 1969 زودياك بعت رسالة قال فيها إنه ناوي يفجر أتوبيس مليان بالأطفال.
الشرطة اتجننت والمدارس قفلت والناس كانت بتخاف حتى تطلع الشارع. لكن الغريب انه ما عملش كده، كأن كل اللي بيعمله هدفه واحد بس، وهو انه يفضل جوه عقول الناس. وبالفعل نجح، لان كل بيت في كاليفورنيا كان بيتكلم عنه. الصحف اتجننت والشرطة عاجزة والمحققين تايهين في بحر من الرموز والتهديدات. في كل مرة كان بيختفي الناس تفتكر ان الكابوس خلص، لكن الحقيقة ان الكابوس لسه في بدايته. ولحد هنا يكون انتهى الجزء الأول، والجزء الجاي يوم التلات إن شاء الله، مش الجمعة زي كل مرة. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تكون جزء من الحدوتة اللي جاية. سلام.